اظن في الفيديو ده بقى هتقول لنا ان الاسعار زادت على كل حاجه، اشمعنى يعني جايين على الاجراءات بتاعه الاسنان اللي عمالين تقولوا ان الاجراءات دي بقت غاليه بشكل كبير؟ لا، مش هو ده الكلام اللي انا ناويه اقوله في الفيديو ده. في الفيديو اللي فات قفلنا على ان في 3 عوامل مهمين جدا هما اللي بيسببوا غلاء الاسعار بتاعه الاجراءات اللي بتحصل عند دكتور السنان. اول حاجه، ويمكن دي اتكلمنا فيها شويه في الفيديو اللي فات، على ان المشاكل اللي بتحصل في اسنانك او في اللثه اللي بتخليك تضطر في الاخر انك انت تروح لدكتور السنان هي ما بتحصلش مره واحده، لكنها بتحصل على مراحل معينه. فاول عامل يخلي اجراءاتك عند دكتور السنان اجراءات غاليه هو عدم زيارتك المنتظمه لدكتور السنان. فانا لو رحت من البدايه لدكتور السنان علشان يبص على اسناني انا هدفع مبلغ بسيط جدا. لو الدكتور لقى ان في حاجه في بدايتها المبلغ ده هيزيد شويه. طيب لو انا سكت، لو انا الاكل بدا يحشر في اسناني وسبته، لو بدات احس بوجع وسبته، خدت مسكن ونسيت، كملت شغل عادي، هنبدا ندخل في المرحله اللي بعدها. فساعتها هتضطر تروح للدكتور، ما انا الحمد لله جالي قرشين كويسين، يلا بقى اروح اهتم باسناني. هتلاقي الدكتور بيقول لك لا والله ده انت محتاج كذا وكذا. الله، ده انا افتكرت ان هو تسوس بس يا دكتور. انا اسف، الاجراء اللي كنت هتعمله بالمبلغ اكس دلوقتي هتعمله ب2 اكس، فتطلع من عند الدكتور زعلان، ده انت دكتور غالي، ده اجراءات السنان غاليه. ومن هنا اول سبب يخليني احس ان الحاجات اللي انا بعملها في عياده دكتور السنان دي حاجات غاليه جدا. لا، هي مش غاليه، لكن هي على قد الحاجه اللي انت رايح علشان تعملها، اللي انت اصلا اهملتها في البدايه. تاني عامل اللي انا قلت لك مش هتكلم عليه هو غلاء الاسعار. معظم الخامات اللي بيستخدمها دكتور السنان هي خامات مش مصنعه هنا في بلدنا، ويمكن لو في حاجه مصنعه في بلدنا فهي شويه مواد بسيطه، لكن الاغلبيه هي مواد مستورده بيبدا يستوردها التجار من بلاد بره ويبدا يوزعها على دكاتره السنان. فبنقابل ازمه رهيبه جدا وقت ما الدولار سعره بيزيد ووقت ما بيحصل ازمه في الاستيراد او التصدير. طيب الدولار سعره زاد، نعمل ايه؟ التجار يبطلوا يشتروا الخامات دي؟ نقفل بقى مهنة طب الأسنان علشان خاطر ما نزودش سعرها؟ لا، بيبدأوا يشتروا بالسعر الزيادة. طيب ما هي التجار دي كمان عايزة تكسب، فبتبدأ تورد للناس أو للدكاترة أو للشركات بسعر زيادة. فيجي الدكتور الغلبان يعمل إيه؟ هو بيشتري خاماته، الخامات بجودة عالية بس بسعر عالي برضه. في الحل ده الدكتور ما بيبقاش قدامه بعد ما يستنفذ كمية الخامات اللي موجودة أصلا عنده كان شاريها بالسعر القديم غير 3 اختيارات. الاختيار الأولاني إن هو يشتري من التجار بسعر عالي، وهنا هيضطر يعلي السعر شوية عليك. الاختيار التاني إن هو يبدأ يشتري حاجات تانية بخامات أقل علشان يقدر يوفرها لك بنفس سعر الخامة الكويسة اللي كان بيوفرها لك قبل كده. رقم 3 انه ما يشتغلش الشغلانة دي ويدور على اي مهنة تانية علشان ما يضطرش ان هو يتحط في مواجهة الجملة بتاعة دكاترة السنان غاليين وانا مش هروح لدكتور السنان والدكاترة دول نصابين. فمعظم العيادات اللي بتغلي سعرها مع غلاء الاسعار بيبقى الموضوع خارج تماما عن إرادة الدكتور. هل الموضوع بيقف عند ان سعر الخامات اللي الدكتور بيشتريها غلت وخلاص؟ لا طبعا، اللي بيحصل ان مش بس سعر المواد دي بتزيد، اسعار المرافق كمان بتزيد. يجي الدكتور للعياده يلاقي الاسيستنت قاعده حاطه ايديها على خدها، خزان احزان موجود معاه في العياده. في ايه يا بنتي؟ اصل الاسعار زادت، اصل الولاد، اصل المصاريف، اصل. فالدكتور طبعا عايز يشتغل في بيئه كويسه، فما فيش مانع ان هو يعلي سنه المرتب اللي بتاخده الاسيستنت في ظل غلاء الاسعار. طب الدكتور بيفضل له ايه بعد كده؟ حقيقي لو جينا حسبناها بالورقه بالقلم بنلاقي ان دكتور السنان او اي دكتور بيستخدم خامات مستورده ما بيطلعلوش مكسب زياده قوي من حالات زياده الاسعار اللي بتحصل، لان هو بيبقى ملتزم بدفع تكاليف تانية اهمها تكاليف الخامات اللي حضرتك بتستخدمها او اللي بتتحط جوه جسمك. وبيشاركنا في النظريه دي الجراحين اللي بيستخدموا حاجات بتتزرع جوه اجزاء الجسم. العامل الثالث بقى اللي انا شخصيا بحس انه عامل يدفع فيه فلوس هو عامل الخبره. ما عنديش اي مشكله ان انا اروح لدكتور لسه متخرج او دكتور اخصائي او دكتور استشاري، بس الفرق ما بين الثلاثه بيكون عامل الخبره. اوقات كتيره جدا بشوف اخصائيين او شباب لسه متخرجين جداد عندهم من الخبره او عندهم من كميه المعلومات وكميه القدره على ادائهم وتعاملهم مع الحالات المختلفه رهيب جدا، يبهرني انا شخصيا. وانا شخصيا ممكن ادفع فلوس في الخبره. فلما اجي اروح لدكتور سنان واحس ان اسعاره عاليه جدا، ايه ده يا دكتور؟ ده في دكتور جنبك في اول الشارع بس اسعاره اقل من كده. طب هل حضرتك عارف اسعار الدكتور اللي اقل ده هي اقل ليه؟
هل حضرتك عارف الدكتور اللي حضرتك بتروح له ده اسعاره ليه غاليه؟ لانه مر بتجارب كتيره، مر بدراسات كتيره، بعوامل كتيره، بحالات كتيره جدا 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 خليته يوصل. لان حضرتك اول ما تدخل عنده يبقى عارف ازاي يتعامل مع المشكله اللي حضرتك جاي بيها، عن انك انت تروح لدكتور هيبدا يعمل لك اجراء معين ممكن ما يبقاش الاجراء ده اصح حاجه، او يمكن يبقى الاجراء ده على قد المعلومات اللي هو شايفها قدامك، مش باصص لقدام شويه. وده في حد ذاته بيكلفك برضه، لان كتير جدا من الحالات بتجيلي تقول لي انا عملت الضرس ده مرتين قبل كده عند دكتور فلان، بدون ذكر اسماء، وهم الحالات ما بيبقوش عايزين يقولوا اسامي الدكاتره اللي عملت لهم اجراءات مش ناجحه، لكن ده في حد ذاته بيكلف العميل اجراء للمره الثانيه او الثالثه او الرابعه من كتر تغييره للدكاتره. طيب ما هو لو راح لدكتور من البدايه متخصص في الحاجه اللي هو عايزها، الموضوع كله هيتحل، بس باقل تكلفه عن ان انا اروح لدكتور سعره قليل ويجرب، وسعره قليل ويجرب، وسعره قليل ويجرب، وفي الاخر الاقي نفسي مضطر اروح للدكتور اللي سعره عالي، والاقي نفسي دفعت عند الدكاتره دول اكتر من اللي انا هدفعه لدكتور واحد، بس انا ما رضيتش اروح له عشان سعره غالي. فلما تروح لدكتور وانت عارف سمعته كويس، او دارس وقاري ومدور وعارف ان الدكتور الفلاني ده سعره كذا، ما تقولوش يا دكتور انت سعرك غالي كده ليه، ده نعرف دكاتره تانيين اسعارهم اقل منك بكتير. طب ما الدكاتره التانيين دول بالفعل موجودين، لكن حضرتك سبتهم كلهم واخترت الدكتور اللي انت واثق فيه. ففي النقطه دي ما ينفعش اقول ان دكتور السنان غالي، لكن انا باخد مقابل الفلوس اللي انا بدفعها ارتياح، كفاءه، بعرف اشرح مشكلتي بشكل كبير، والاقي اللي يسمعها بشكل كويس ويبقى عارف يوصل للحل المناسب في وقت قليل. علشان كده مش صح ابدا ان انا اقول ان دكاتره السنان غاليين او نصابين، او المقوله اللي مشهوره ان دكتور السنان بيصحى الصبح يستحمى بالدولارات. علشان كده هنطلع من الموضوع ده ب3 نصايح مهمين. اول حاجه، روح لدكتور السنان كل 3 شهور، ما تستناش على نفسك لما يحصل وجع او يحصل مشكله، ممكن تروح للدكتور علشان تطمن على نفسك، وساعتها مجرد هتدفع ثمن الكشف وبس. تاني حاجه، مجرد ما جسمك يبدا يديلك رياكشن ان في حاجه غلط، بدات تحس باي بوادر الم، ابدا روح للدكتور، ابدا اساله دكتور انا حسيت الحاجه الفلانيه، لو في اي مشكله صغيره هنا هتبدا تظهر وهيبقى سعرها قد كده. تالت حاجه واهم حاجه، انك ما تقارنش بين الدكاتره على اساس مين اللي بيقدم لك الخدمه دي بسعر اقل، لان ساعتها انت بتفاضل ما بين السعر والجوده. في الاول وفي الاخر هدفك وهدف الدكتور انه يوصل لصحه كويسه، انك انت ما تبقاش متألم وتحافظ على فلوسك.